اللهم صل وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، صلاة تشفع بها لي عند الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وصفة جديدة مع يوم جديد. تعالوا بينا يلا نعمل مع بعض المبكبجة الليبي بطريقتها. هقولك على شوية تكات فيها، هقولك على حاجات ممكن تحطيها فيها اضافية تزيد من طعمتها وحلاوتها. اكلة كده عجب. تغيير. الشتا بيحب الدفا، بيحب تحطي شوية المكرونة كده مع حتة الفرخة ولا اللحمة وتحطيهم وولادك يتدفوا بيهم. أكلة تحفة عجب. فعلا أكلة تحفة تحفة. اعمليها بلحمة، اعمليها بفراخ، في كلا الحالات جميلة جدا. نسمي الله يلا ونبتدي. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه انا عايزه اقولك ان انا كان عندي شويه طماطم، ف يعني كانوا على اوشك كده ان هم يبوظوا، كانوا طيبين خالص وكانوا حمر وحلوين. بس كانوا عايزين يسبكهم ويتعانوا في الفريزر او يتخلطهم ويتعانوا في الفريزر. قمت انا قايله ايه بقى؟ قلت انا اخلطهم الاول واعينهم في قلب الفريزر، يعني اخلطهم واسبكهم، اعملهم تسبيكه حلوه كده ببصلايه وزيت وشويه الحبشتكات بتاعتهم دي، وعينهم متصلصين جاهزين. استخدمهم بقى، اكون مستعجله وعايزه اعمل حله محشي، اطلعهم يبقى حاجه شالت من على قلبي كده، اطلعهم يا دوبك واسلق الكرنب، فاهمني؟ واقوم رايحه حاطه وعامله لفه شويه المحشي في ثواني. اكون مستعجله. المهم هم جم معايا بصراحه، انا كنت مستقليهم وبقول شويه طماطم كده مخستعين ومش حلوين، طلعوا والله شويه طماطم حلوين، والحمد لله اللي لحقتهم وما باظوش. وصلصتهم زي ما انا قلت لكم، بس ما حطيتش فيهم بهار ولا اي حاجه، عادي بصلايه مع شويه زيت. بمناسبه الزيت، كان في مفهوم غلط عن الزيت، وفي واحده اللي بيها صاحبتي غيرت لي المفهوم ده. هحكي لكم الحكايه واحنا بنعمل، بس هقول لكم الاول احنا بنعمل ايه. اول حاجه حطيت شويه زيت في حله، وحطيت عليهم بصله كبيره محترمه كده، و... وحطيت الطماطم بقى اللي انا بقولك طيبه، ابتديت اللي انا اخلطها واحطها عليها، هصفيها وبعد كده هحطها عليها وبس كده. دول شويه الصلصه اللي انا بقولك انا عايزه اعملهم مسبكين زي تسبيكه كده، تمام. دي مصفاية، مش عايزه تخلطيهم عامه، ما تخلطوهمش، بس انا ما كنتش ضامنه بصراحه انا هعمل بوهم ايه. يعني ممكن ما اعملش بوهم محشي. ببقى واقفة وهقول هجيب محشي، ام جوزي يقول ايه ده هتاخد منك 3 4 ساعات وبنكون مستعجلين على الاكل، بلاش ما تجيبيش. والله ببقى واقفة عند بتاع الخضار وخلاص وماسكاه في ايدي، يقولي لا ده وقت ومعرفش ايه، ريحي نفسك وما تجيبيش. فمش ضامنه شويه الطماطم دول هعمل بهم ايه، هما وظروفهم، بس يبقوا جاهزين ومحطوطين في الفريزر، وما يكونوش شويه طماطم خساره ما باظوش، المهم لحقتهم وما باظوش وخلاص. تمام تمام. هما جم على قد زي ما انا حكيت لك وقلت لك كده اهم. هبتدي بقى ان انا اوطي عليهم عين، او احطهم على عين لوحدهم كده مع نفسهم واغطي عليهم. وتعالوا نبتدي نعمل اكلة النهاردة، واحكي لك الزيت اللي انا كنت مفكراه ليه استخدام واحد وهو ايه. لغز؟ لا مش لغز. بصي يا ستي، انا كان كل مفهومي عن زيت الزيتون ان هو يتحط على شوية سلطة، يتحط على جبنة، ماشي، يتحط على بطاطسية مهروسة. هو ده كان كل مفهوم. يتعمل فيه وصفات للشعر، كنت يوم ما اشتريه اللي هو زيت الزيتون البكر، يوم ما اشتريه عشان اعمله وصفة لشعر بنتي، اعمله حمام زيت ليا لشعري بالبروكاب كده، احطه على شعري واشغل البروكاب الحرارية واسيبه في شعري شوية وبعد كده اغسله. نفس الحكاية مع بنتي. تتضح بقى زيت الزيتون ده من انضف انواع الزيوت للطهي. كنت مفكراه بقى مضر وما ينفعش يسخن وما ينفعش يتحط على النار. اللي حصل ايه بقى؟ ان كان في شجر زيتون في البيت اللي انا مأجرة فيه وعايشة. انتوا عارفين ان انا عايشة الوقت برا مصر، ما اناش عايشة في مصر، فانا عايشة الوقت في دولة ليبيا. فالست اللي انا عايشة في بيتها كان عندها شجر زيتون، فمسكوا الزيتون ده، قطفوه يعني جمعوه، تمام. فبعد ما جمعوه جابت لي شويه في جردل كده وقالت لي خديهم خليليهم. الزيتون ده صغير، صغير جدا. كنت قبل كده الشجره دي برضو قالت لي خدي منها، فانا جربت ان انا اخد منها واخلله. هبقى اوريهولكوا في يوم عامل ازاي. إيه
حلو، تخليله حلو وكل حاجة، بس تيجي عشان تاكلي منه شوية تحس ان انت مرارتك، عايز بصي زي ما يكون بتاكلي في لب، عايز يبقى مزاجك حلو كده ورايق، واحنا بنبقى حاطين الاكل عايزين في ثواني في ثواني ونقوم كل واحد يشوف مصلحته. المهم بمعنى اصح يعني زيتون صغير جدا. فانا هي قالت لي بقى خديه خليليه عشان رمضان وكده واعمليه، واحنا الليبيين بنعمل الزيتون ده زي زيتون مائدة، وقعدت تحكي لي وما اعرفش إيه. قلت لها لا، انا جبت زيتون رمضان وجبته من اللي هو الغليظ في السوق، وفعلا هو ده اللي حصل. كنت في السوق وكانت هي عطياني شويه قبلهم يعني صغيرين، وزي ما قلت لك خللتهم ولقيتهم صغيرين خالص. فانا يعني ايه، جوزي بصراحه مرضاش ياكل منهم، قال لي ايه ده، هو مانيش حاسس ان انا باكل في زيتون، حاسس ان انا باكل في لب من كتر ما هو صغير خالص وناعم. المهم ايه اللي حصل، المهم مرضناش ناكل منه. قام جايب لي بقى زيتون من اللي هو الكبير، اللي زي اللي احنا كنا بنجيبه في مصر، وقال لي دي خليليه في رمضان. قمت مخللاه، مسكاه، نقعاه الاول لان بيبقى فيه مراره هنا زياده عن اللزوم، نقعاه في ملح وسايباه حوالي 3 4 ايام كده ينزل المراره اللي فيه. وبعد كده بصراحه يومها سبته يجي اسبوع عما جهزت حاجته، وجهزت برطمان يتحط فيه كبير زي جردل بغطا كده وما اعرفش ايه. وقمت جايبه الزيتون اللي هي كانت عطشاني قبل كده، على الزيتون اللي جوزي جايبه، على قرون شطاطة حراقه، على ليمون كنت سالقه الليمون قبلها طبعا، وكنت نقعاه لما المراره برضو نزلت منه. كل ده جمعته وحطيته في قلب الجردل، وحطيت عليه الميه، كنت مجهزه ميه بملح، وكنت مجهزه في الملح ده ليمون وملح وشطه بس، وخلطاهم في قلب الخلاط وحطاهم، وظبط الملح بتاعهم مظبوط. وقمت حاطه على الوش شويه زيت، وقمت قافله عليه كويس قوي في كيسه، يعني الكيسه فوق تحت الجردل، تمام. المهم جهزت حاجه الزيتون بتاع رمضان ده وتمام التمام. هي بعدها بقى جمعت الزيتون اللي هو شجر الزيتون ده وقالت لي خدي منه. قلت لها لا، انا عملت كذا كذا وانا تمام. اي بعد ما جابته لي قمت قايله لها لا خديه، نادت عليها قلت لها خديه، وانا كنت عارفه ان هم اصلا جامعينه عشان يروحوا يودوه يعصروه. قلت لها اما تعصروه هاتي لي منه، انا بحب زيت الزيتون لكن مانيش عايزه زيتون. قامت قالت لي تمام. المهم عصرته، لقيتها بعد يومين عصرته، قامت مخبطه عليا وقامت قايله لي ايه، انا عصرته خدي الازازه دي ليكي. كتر خيرها. قلت لها تمام. فهم بقى بيحبوا اللي هم يقعدوا يهدرزوا، يعني يهدرزوا، يحبوا يقعدوا يتكلموا ويعرفوا كل حاجه. فبتقولي انت هتعملي بيه ايه وما اعرفش ايه. قلت لها ده انا هعمل بيه بس وصفه للشعر، هحطه على جبنه على ما اعرفش. قالت لي لا، زيت الزيتون ده احنا بنستخدمه في كل حاجه. وقعدت بقى تحكي لي، بصراحه اول مره اعرف منها المعلومه دي، ان هو بيتحط في كل حاجه وبيتعمل في كل حاجه، وجربته ان انا احطه في الاكل، روعه 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 روعه. لو انا بعد كده افضل ان انا اسيبه استخدمه حاجات فرعيه زي اللي انا كنت بستخدمها، لا انا اطهي بيه واعمل بيه كل الاكل اللي عندي. تحفه تحفه، فعلا فعلا من احلى انواع الزيوت هو زيت الزيتون، واضمنها وصحي عن الزيوت كلها اللي احنا بنشتريها. المهم الكلام فاتنا، يعني لهانا في الكلام وتلهينا كويس، وما احناش عارفين احنا عملنا ايه. احنا عملنا بصلايه، بعد ما سبكنا التسبيكه عملنا بصلايه مع شويه زيت زيتون مع حته سمنه وحطيناهم. وما البصلايه ابيضت كده حطينا الفراخ اللي احنا مقطعينها، وبعد كده لا اله الا الله محمد رسول الله سيبنا الفراخ مع البصلايه مع الزيت شويه. بعد كده كنا مجهزين شويه صلصه حلوين كده حطيناهم عليها، وحطينا قيمه كوبايه ميه كمان، وسبناها لما استوت. كان عندي حبيتين بطاطس جامدين كده بحالهم، حطيتهم برضو عليها، وحطيت ملح وحطيت فلفل اسمر وكمون. هما بقى بيحطوا على فكرة فلفل حراق اللي هو الشطة، وممكن في منهم بيحطوا فاصوليا بيضة. فاصوليا بيضة، ايوه بيحطوا فاصوليا بيضة. بيبقوا نقعينها وسلقينها قبل كده وبيحطوها في المبكبجة. وشفتهم مرة حاطين بسلة. المهم بيعملوا في المبكبجة افكار كتير وحاجات كتير، لو عملتها لكم مرة قبل بعد كده هبقى اعملها لكم برضو بالاضافات اللي هم بيحطوها. بس وبعد كده اما الفراخ استوت قمت رايحه ضايفه كيس المكرونه، هو نص كيلو مكرونه بس اللي حطيته، وقمت رايحه ضايفه نص كيلو المكرونه ده على الفراخ، وقمت موطيه النار خالص. الميه ديت هي الميه لازم المبكبكه يبقى فيها ميه كده. بس هو تقريبا استوى، عايزه انا بقوله لكم، بقول لكم اللي هو كده تقريبا استوى. هبتدي اللي انا اغرفه بس في الاطباق،
وما تحطيش المكرونه الا لو انت قدامك 5 دقايق 3 دقايق على الاكل، عشان لازم المكرونه تنزل من على النار تتاكل. دول شويه الصلصه يا جمالهم وحلاوتهم. كنت هزعل الاول لو كان باظوا. شويه الطماطم دول باظوا ما استخدمتهمش في حاجه عدله. ودي المبكبجه احلى مبكبجه في الدنيا. يا رب تكون وصفة النهاردة عجبتك، يا رب تكون استفدت مني بأي حاجة. انا قلت وصفة على السريع كده و... واكلة سريعة حلوة تدفي. الجو كان برد اوي النهاردة، قلت ما اقوم اعملها لهم. جميلة تحفة. جربيها وقوم اعمليها لولادك. ولو جبت زيت زيتون بعد كده استخدميه في كل حاجة، امان جدا جميل جدا. انا استخدمته بنفسي وعن تجربة، بيستحمل اقصى درجة حرارة زي ما قلتلك. اللي لسه ما خليلتش مخلل رمضان تقول. ويا ريتني كنت صورته لكم. دي الحاجه الوحيده اللي انا ندمانه عليها، اللي انا ما صورتهوش. كان نفسي والله اصوره لكم واعمل لكم بفيديو، بس انا اصلا ما كنتش ناويه ان انا اصور الوقت. يلا خير الحمد لله. السلام عليكم، مع الف سلامه.